السلام عليكم. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب يا رب يا رب تكونوا بخير. بدأ على فكرة يبقى عندي متابعين ودي حاجة مفرحاني قوي 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 قوي. على فكرة رابع قناة ديت أعملها، والله ما بغرض التربح أبدا أبدا، ولا بغرض الإشادة ليا، ولا بغرض إن حد يمدح فيا. أنا عاملاها في حب مدام هناء وبس، بس كده. واعمل قنوات وتتقفل لي، واعمل قنوات وتتقفل لي، واللي يقفلها يطلع مبسوط ويطلع فخور. احنا قفلنا الأميرة قناتها، قفلنا الأميرة قناة ومش هترجع تاني، وأنا زي القطط بسبع أرواح برجع تاني. المهم يا جماعة، أنا بشكر أي حد بيكتب لي كلمة حلوة، والله بجد بقى مش مصدقة نفسي. لأن قلت لكم لما عملت القناة يعني مش في دماغي إن أنا أعمل قناة خالص خالص، بس شايفة إن أنا لازم أطلع أقول كلمة حق في حق الست اللي أنا بحبها. مدام هناء أنا بحبها لله في لله، بحبها لوحدي كده، وحاسة إن هي مظلومة، وغير إن هي في وحدة، وغير إن هي في غُربة، وغير حاجات كتيرة أوي، أوي، أوي. أنا باحبها، باحبها وده كفاية، باحبها ونحط فول stop، نحط نقطة. بُصّوا بقى يا جماعة، أنا صاحبة مقولة يا جماعة اللي مش عاجبه فيديو يعمل عدم اقتراح للقناة بأكملها، لكن ليه نحرق دمنا ليه ونتفرج على حاجة مش عاجبانا ليه؟ وأنا يا جماعة صاحبة مقولة إن اليوتيوب مش زي الراديو، مش زي الإذاعة، أفتح الراديو مضطرة إن أنا أسمع المذيع فيه، والّا أفتح التلفزيون مضطرة إن أنا أتفرّج على اللي باشوفه فيه. لأ يا جماعة، دوّة حاجة قنوات خاصة أصحابها عاملينها، والله مش عاجبنا المحتوى ما ندخلش أصلًا application اليوتيوب بالكامل، أو أضعف الإيمان نعمل عدم اقتراح للقناة وخلاص، وخلصنا خلاص على كده. بس لقيت كل القنوات كلها هاجمتني، ولا يا أميرة ما ينفعش، دوّة طالما حاجة معروضة على العام يبقى إحنا من حقنا إن إحنا نطلع ونتفرّج وننقد ونحلّل ونفسّر، ولينا كامل الحرية في كده. طَب أوكي، يعني معقولة أبقى أنا اللي صح وجموع الناس ديّة كلّها غلط؟ لأ خلاص ما فيش أدنى مشكلة، خلاص أوكي طالما أنتم شايفين كده، خلاص. شايفين طالما مطروح على العام يبقى نتكلّم، خلاص. شُفت فيديو لمدام هناء من يومين كانت بتتكلّم فيه على قنوات حوارات، وقالت يا جماعة طالما يعني حاجة معروضة على العام، إيه المشكلة إن إحنا ننقد وبس دون التدخُّل في الحياة الشخصية، ننقد في المحتوى المعروض قصادنا وبس، مستشعرينه صادق، كاذب، شُفنا فيه حاجة، ما شابه ذلك، مش أكتر من كده. وأنا مدام هناء ديّة أختي وحبيبتي وقدوتي، وأنا مقتنعة جدًا بكلامها، وبالإضافة لكلامكم كلّكم طبعًا. المهم أنا اليومين اللي فاتوا ما كنتش باظهر، شُفت كذا فيديو، فأستأذنكم أطلع كده بس أقول رأيي فيهم، مجرد رأي. يعني أنا حاشا لله إن أنا أكون ناقدة، رغم إن أنا وأنا في الجامعة درست نقد، درسته بالعربي ودرسته بالإنجليش ودرست كَم كبير خلال ال4 سنوات وأنا في الكلية بتاعتي، بس برضه يعني ما ارتقيش برضه لدرجة إن أنا ناقدة، لإن ده كان جزء من دراستي ما كانش كل دراستي. ما علينا. المهم أول فيديو شُفته لمدام سماح، صاحبة قناة يوميات سماح، طبعًا أخت مدام هناء. بُصّي بقى يا سماح، أنتِ في بداية الفيديو أولًا كالعادة، كالعادة العنوان بتاعِك حقيقة الخلاف بيني وبين أختي موناليزا. أول ما أنا قريت كده يا سماح، أيقنت إن هافتح هتقولي ما فيش خلاف، أيقنت إن أنا هافتح هتقولي كده. عنوانِك يوحي إن في ضرب نار بينكم، يعني مش في خلاف وبس. لكن اللي يحفظِك يا سماح ويحفظ فيديوهاتِك كويس جدًا ويبتدي يقرا قناتِك، لأ هيعرف إنه هيفتح مش هيلاقي أي خلاف، وده بالفعل. تاني حاجة حبيبتي لفت نظري في قناتِك sorry في الفيديو بتاعِك، إن أنتِ بتتكلمي فيه عن بنت عمتِك. قُلتِ عندي بنت عمة مقيمة في أمريكا، بعتت لي رسالة قالت لي: "يا سماح خليكِ قوية، أنا متابعاكِ وباشوفِك وأنتِ اتعرضتِ لظلم كبير، اجمدي، اوعي تضعفي، اللي بيحصل لكم دوّة مش قليل، بس أنتِ قوية." وما شابه ذلك. بُصّي يا سماح، يعني أنتِ كده أسأتِ ليها، أنتِ كده ما شكرتيهاش، بالعكس، ولو علاقتها طيبة بمدام هناء أنتِ كده وقعتيهم في بعض. أنتِ قُلتِ إن أنتِ وصلتِ لحالة نفسية مش حلوة. وقُلتِ من بين السطور إن سبب الحالة ديّة مدام هناء وأتباعها، بس إحنا مش في واقع إحنا أتباعها،
احنا مش تابعين لحد، مع احترامي لمدام هناء حبيبة قلبي، احنا احبابها، احنا احبابها. انتي كده يا حبيبتي، انتي كده اسأتي كده لبنت عمتك زي ما قلت لك، وقعتيها مع اختك مدام هناء. يعني طالما بتقول لك خليكي قوية وبشوف اللي حصل، واللي بيحصل لك ده مفيش حد يستحمله، وانتي اجمد من كده، اوعي تكوني ضعيفة، ودايما تظهري اول باول وانا متابعاكي والكلام ده كله. كل دوت إدانة وإساءة لمدام هناء. يعني ينفع كده؟ يعني انت عشان خاطر تطلعي ان انت مثلا حبيبة العيلة او انت المحبوبة، يعني حتى على طول تقولي يعني انا احسن واحدة في اخواتي في العبادات، انا اقرب مش عارفة لمين. لما كنت بتطلعي على طول تديني موناليزا، يعني ده انا احن واحدة في اخواتك عليكي والكلام ده كله، عشان خاطر انا عالية عندك يا سماح. يعني تطلعي يعني مكالمة بينك وبين بنت عمتك بالمنظر دوت، وانت فاهمة كويس جدا جدا جدا، ودماغك كبيرة جدا جدا جدا، فاهمة إن هي كده بتلمّح إن سبب الحالة اللي أنتِ فيها مدام هناء. أنتِ كده ضربتيهم ببعض، وأنتِ كده وقّعتيهم ببعض. ولعلمِك هي لو سِت حقانية زي إحساسي بيها، هي هتطلع تلومِك. لأ، أنتِ أخطأتِ خطأ جسيم لمّا أنتِ جيتِ قُلتِ كده. كان ممكن تبعتي لها voice أو تتصلي بيها تشكريها على الخاص، لكن تطلعي معناها إن هي واخدة صفِّك بالكامل، وإن هي بين السطور بتدين مدام هناء. لأ، دوّة مش حلو خالص، 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 دوّة ما عجبنيش، زي عنوان الفيديو برضه بتاعِك يا سماح ما عجبنيش. فين المصداقية؟ فين؟ كمان يا جماعة شُفت فيديو لموناليزا أخت مدام هناء برضه الصغيّرة، للأمانة ما كمّلتوش للآخر. والله مش عارفة، ما كنتش حابة إن أنا أشوفه للآخر. المهم يعني الكلمتين اللي أنا سمعتهم إن لأ، ما فيش أي خلاف بيني وبين أختي سماح، هي كانت أعصابها تعبانة علشان خاطر بس يا جماعة واحدة طالعة عليها وبتقول عليها التربنتوخ، مش بتكلمها باسمها، تقصد طبعًا مدام بيل وزيرة السعادة. بيل وزيرة السعادة، باهتمامها بمدام هناء، باهتمامها بأحباب مدام هناء، بحنيتها علينا، بكرمها مع الناس كلها، بجدعنتها، ست ب100 راجل. فأنتِ دلوقتي طلعتِ دلوقتي قُلتِ إن سماح ما كانتش بتظهر، كانت أعصابها تعبانة علشان خاطر الجميلة سميتها تربنتوخ. يا سلام! يا سلام! والنبي أنتِ عندِك دم، والله باتكلم بجد، أنتِ في وشِّك نقطة دم، أنتِ إيه يا شيخة؟ والله العظيم ده أنتِ فظيعة، قسمًا بالله أنا ما لاقية وصف أوصفِك بيه. يعني على كده بقى مدام هناء بقى وأستاذ محمد يروحوا يتعالجوا في مصحات نفسية. ده أنتِ يا شيخة جوزِك لسه طالع من يومين على مدام هناء. مدام هناء طالع عليها من يومين بيقول لها باللفظ يا وسخة، يا كلبة، يا وسخة، يا اللي اتجوزتي بفضيحة. تحبي احكي اتجوزتي ازاي؟ تحبي احكي اتجوزتي ازاي؟ باسلوب نسوان، باسلوب منسون زيه. طلع قال كده ولا لا؟ تحبي احكي على فضيحتك؟ تحبي احكي مين اللي راح وقعد يتحايل على العريس؟ قبلها بكام يوم مطلع فيديو على استاذ محمد المحترم. ديكي سيره استاذ محمد اخوكي لازم بلزق فيها كلمه المحترم، او هي بتلزق نفسها اوتوماتيك. لما طلعوا ان هو حرامي، ولما طلعوا ان هو شمال، ولما طلعوا ان هو سارق عمامك وسارق عماتك، دوت برضو يروح برضو يتصالح يتعالج في مصحة نفسية. يعني انت بتفكري ازاي؟ انت طالعه بتبرري لاختك عشان خاطر بيل قالت كلمة تربنتوخ، كلمة كوميدية، كلمة كوميدية بحتة. بس امال البلاوي والقذارة، القذارة اللي بتطلع على لسان جوزك، جوزك اللي بيحكي في حاجات هو ما كانش متجوزك ساعتها ولا كان شاف خلقتك ساعتها، انت اللي حكيتي له، وانت اللي منتجتي، وانت اللي زودتي، وانتوا عيله بالشكل ده. طب انت قابل اللي انت تقعد فيها؟ قابل اللي انت تكمل معاهم؟ قابل ليه؟ على فكره الفيديو بتاعه دوت انا لسه عامل له فيديو تاني مخصوص، انا مش هسكت. ده كفايه في اول الفيديو بيقول الحاجه فاطمه اللي مدت لنا ايديها واحنا بنغرق، وبيدين اخواتك. يا بنت افهمي، يا بنتي افهمي، حرام، ده بيدين اخواتك انت لوحدك، انتوا ليه ما ساعدتوش وليه ما عملتوش؟ هو ايه، هو مقطوع من شجره؟ ولا هو مثلا يعني مثلا ابن حرام كده لقيتيه كده في الشارع كده من غير اهل كده واتجوزتيه؟ بيدين اهلك ان محدش ساعده، ده كده ادانه قويه ليهم. ده غير طبعا شتايم، طبعا غير طبعا الجزئيه بتاعت مدام هناء واستاذ محمد. كل لما يجي يتكلم اهلها ما ساعدوش، اهلها ما وقفوش، اهلها ما عملوش.
هو أنت إيه؟ افهمي يا باريزة، كان واخدِك على طمع، باين جدًا، جدًا. ما أنتِ بتكبّري حاجات دماغِك في حاجات وجاية تصغّري، اسمعي فيديوهات وحلّليها، حلّليها. ده طبعًا بصرف النظر طبعًا إن زي ما قُلت لِك ووعدتِك إن هو واخدِك مرحلة وواخدِك سلِّمة وواخدِك وسيلة وأنتِ أول واحدة هتترمي على جنب. أنت مش مكسوف على دمك وتقول ما ساعدوناش، كنا على البلاط، ما حدش مَد إيده، ما حدش مَد إيد المساعدة، كل حاجة أهلها، كل حاجة أهلها. لأ كفاية كده، أقسم بالله يعني سيرة جوز باريزة سدِّت نفسي، سدِّت نفسي بجد. يالّا يا جماعة، سلام عليكم، وإن شاء الله هاحضّر له فيديو يستاهله. سلام عليكم.